بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. رجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد، وهو فيديو مهم جدا لان الطلب بين الفترة الأخيرة، وهو أنواع القوائم المالية في المحاسبة. هي القوائم المالية دي كام قائمة بالظبط؟ أو كام نوع من القوائم المالية؟ أول نوع من القوائم المالية هي قائمة الدخل، أو بيسموها في دول الخليج، في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت بيسموها قائمة نتائج الأعمال. قائمة الدخل أو قائمة نتائج الأعمال، الاتنين واحد. قائمة الدخل دي هي قائمة بتبين نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة، بتقول لك الشركة كسبت ولا خسرت. يعني أنا عندي شركة عايز أعرف الشركة دي كسبت ولا خسرت آخر السنة المالية، بعمل قائمة اسمها قائمة الدخل. والقائمة ديت هي بتبين لي نتيجة أعمال المنشأة، بتقول لي الشركة كسبت ولا خسرت. طب قائمة الدخل ديت إيه المكونات اللي فيها؟ لو هي شركة بسيطة أو شركة خدمية، بتبقى المكونات اللي جوه قائمة الدخل الإيرادات كلها، بخصم منها المصروفات كلها، طبعا الايرادات او المكاسب، بخصم منها المصروفات او الخسائر، يديني في الاخر صافي الربح او صافي الخساره. طبعا الرقم لو طلع بالموجب بيكون صافي ربح، لو طلع بالسالب بيكون صافي خسائر. طب لو هي المنشأة كبيرة شوية أو منشأة تجارية أو صناعية، بتبقى قائمة الدخل عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن إيراد المبيعات، بشيل منها تكلفة البضاعة المباعة، بيديني مجمل الربح، بشيل بقى المصروفات التشغيلية، وبشيل منها الخسائر الأخرى، يديني في الآخر صافي الربح. تمام؟ طيب تاني قائمة معانا، وهي قائمة مهمة جدا، وفي كتير من المحاسبين ما بيعرفوهاش أو ما بيعرفوش يعملوها، مع إنها قائمة مهمة جدا. اسمها قائمة التدفقات النقدية. وقائمة التدفقات النقدية دي من اسمها بتقول لك انت معاك في الخزنة كام دلوقتي نقدي. يعني انا لو فتحت الخزنة الاقي فيها كام دلوقتي، اللي بيبين لي الرقم ده قائمة التدفقات النقدية. بس خد بالك، قائمة التدفقات النقدية دي بنعملها لما الشركة تبقى ضخمة، تبقى كبيرة، لان اللي بيتحط فيها 3 أنشطة: أنشطة تشغيلية، أنشطة استثمارية، أنشطة تمويلية. يعني لازم يكون شركتك بتقوم بالثلاث أنشطة دول، عندها أنشطة تشغيلية واستثمار وتمويل. إنما لو الشركة بتاعتك شركة مثلا تجارية بتشتري البضاعة وبتروح تبيعها وتكسب فيه، يبقى دي أنشطة تشغيلية بس، يبقى ملوش لازمة بقى نعمل القائمة دي. يبقى قائمة التدفقات النقدية بتتعمل في الشركات الضخمة أو الشركات الكبيرة اللي بيكون فيها الثلاث أنشطة اللي أنا قلت عليهم من شوية. تالت قائمة معانا ورابع قائمة هما قوائم بيسموها قوائم فرعية، يعني مش قوائم أساسية، يعني ممكن شركات تعملهم وممكن لأ. هي قائمة التغيرات في حقوق الملكية. حقوق الملكية بس، يعني ايه حقوق الملكية؟ هي حقوق الملاك في المنشأة، الجزء اللي يخص أصحاب الشركة، الجزء اللي يخص الملاك بتوع الشركة. طبعا احنا هنا بنتكلم على شركات أشخاص. طب لو هي شركة أموال، يبقى احنا بنتكلم على حقوق المساهمين، يتغير اسمها من حقوق ملكية إلى حقوق مساهمين. قائمة تغيرات في حقوق الملكية بتحتوي على رأس المال، وطبعا لو في زيادة في رأس المال في خلال الفترة المحاسبية بنزوده، ولو في تخفيض في رأس المال بنخفضه، ولو في احتياطيات في أرباح، الكلام ده كله، فبنعمل لها قائمة كده في جنب كده لوحدها، وبنطلع في الآخر رصيد حقوق الملكية آخر العام، هو ده اللي بيتحط فين؟ في الميزانية العمومية. طيب هل كل الشركات بتعمل قائمة تغيرات في حقوق الملكية؟ لا، لأن دي زي ما أنا قلت لك من شوية، دي قوائم إيه؟ قوائم فرعية، مش كل الشركات بتعملها. طب القائمة التانية أو القائمة الرابعة هي قائمة توزيعات الأرباح والخسائر. قائمة توزيعات الأرباح والخسائر دي بنعملها لما بيكون في أكتر من مالك، يعني الشركة فيها كذا مالك، وكمان في كذا نوع من الأرباح. يعني أنت عندك أرباح خلال السنة، وعندك احتياطيات، وعندك رصيد أرباح أول المدة، وعندك حاجة اسمها أرباح محتجزة، وعندك حاجات كتير قوي تخص الأرباح أو الخسائر. فبنعمل لها قائمة كده اسمها قائمة توزيعات الأرباح والخسائر. طب القائمة الثالثة اللي هي قائمة تغيرات في حقوق الملكية وقائمة توزيعات الأرباح والخسائر، هل كل الشركات بتعملهم؟ لا، مش كل الشركات بتعملهم، لان دي قوائم فرعيه بيتعملوا فقط في الشركات الضخمه، الشركات الكبيره اللي بيكون فيها ملاك كتير. اخر قائمه بقى معانا وهي القائمه الاساسيه، لان خلي بالك في 3 اساسيين: قائمه الدخل، قائمه تدفقات نقديه، قائمه مركز مالي. قائمه المركز المالي بقى اخر واحده، او الميزانيه العموميه، هي قائمه بتقول لك الشركه بتاعتك عباره عن ايه. من الآخر بتبين لك الموقف المالي للمنشأة، بتقول لك الشركة إيه اللي ليها وإيه اللي عليها. يعني القائمة دي بتحتوي على إيه؟ بتحتوي على الأصول اللي هي الممتلكات بتاعة الشركة، طبعا بقى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول غير ملموسة، كل الموجودات أو كل الأصول بتاعة الشركة. بتحتوي على إيه تاني؟ بتحتوي على الالتزامات أو الخصوم، وبتحتوي في الآخر على حقوق الملكية اللي هي حقوق الملاك في المنشأة. خلي بالك بقى كده، ركز معايا.
شايف القايمه الثالثه اللي هي قايمه تغيرات في حقوق الملكيه دي بتطلع لك في الاخر رصيد اخر المده لحقوق الملكيه. عارف بيروح فين؟ بيروح الميزانيه العموميه. طب عارف قايمه الدخل اللي هي اول قايمه خالص بتطلع لك الربح او الخسائر؟ عارف بيروح فين؟ بيروح التغيرات في حقوق الملكيه، وكذلك بيروح قايمه المركز المالي. يعني انت لو ما عملتش قايمه تغيرات في حقوق الملكيه وعملت قايمه دخل وعملت ميزانيه، الربح او الخسائر بتاع قايمه الدخل يروح الميزانيه العموميه في جانب حقوق الملكيه. طب شايف تاني قايمه اللي هي قايمه التدفقات النقديه؟ دي بتبين لك ايه؟ بتبين لك حركه النقديه، يعني بتقول لك ايه هو رصيد النقديه اخر المده. مش خلي بالك في قائمة المركز المالي في بند كده اسمه النقدية أو الخزينة؟ ده موجود في الأصول المتداولة. الرقم ده جه منين؟ جه من قائمة التدفقات النقدية. يبقى خلي بالك بقى، لو أنت شغال محاسب في شركة لازم تعمل الكلام ده بالترتيب. يعني ممكن المحاسب يكون شغال في شركة يعمل قائمة دخل ويعمل قائمة تدفقات نقدية، المهم في الآخر مين خالص؟ الميزانية العمومية للشركة. لو انت عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، ولو انت عندك اي تعليق او اي كومنت يا ريت تسيبه لنا وهنرد عليك بإذن الله.